السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الموضوع إن شاء الله اليوم يكون حول المقابلة التي جرت بين منتخبنا العظيم ومنتخب فرنسا، والتي انهزم فيها منتخبنا المغربي بطريقة واضحة بأنها كانت مخطط لها تماما. كان مخطط لها، كان تخطيط عجيب لكي ينهزم المنتخب المغربي. لأن كيف يعقل أن فريق مسلم يسجد في كل لقاءاته عندما يفوز ويدعم قضية فلسطينية، يعني قام بلم شمل الدول العربية بمعنى آخر. هذا الانتصار الذي العديد من المحللين الرياضيين، سوف أتكلم عن نفسي، سأتكلم عن العديد من المحللين الرياضيين. أعتذر كان الجو كاين الريح، أتمنى أن يكون الصوت جيدا. العديد من المحللين الرياضيين أكدوا بأن حضور ماكرون لم يكن حضورا عبثيا، وإنما كان حضورا له معنى ودلالات. أيضا كما شاهدنا عدم احتساب ضربة جزاء واضحة للعيان، ضربتي جزاء ليست واحدة، ضربتي جزاء ليست واحدة. بدل أن يعطي بوفال أن يعطيه ضربة جزاء، لا، أعطاه بطاقة صفراء، ولم يريدوا أن يكون هناك رجوع إلى الفار في الحالتين، ضربة جزاء ضد بوفال، ولما كان مدافع أسقط مهاجم مغربي أظنه حكيم في المنطقة الجزاء في أواخر الشوط الأول، ضربة جزاء لم تحتسب للفريق المغربي. هذا يدل على أن هناك مخطط. لا يعقل أن في نفس مقابلة واحدة ضربة جزاء لم تحتسب. والعجيب أن بدل أن تحتسب ضربة جزاء احتسبها ضد الذي سقط. بوفال كانت قدميه على الأرض، اللاعب المدافع الفرنسي هو من كان يتحرك ومن مد قدمه اليمنى لترتطم بقدم بوفال ليسقط الأخير. هو العجيب أنها كانت ضد بوفال. كيف؟ ولم يريدوا أن يعودوا إلى أن يرجعوا إلى الفار. هذا دليل قاطع 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 على أن ما حدث في المونديال هذه السنة حضور ماكرون. أنا لا أتكلم عن نفسي، أتكلم عن المحللين الرياضيين كثيرين هم أدرى بهذا الميدان مني أنا. هم هذا ما قالوه، بأن طريقة اللعب وطريقة حضور سبب حضور ماكرون، لأن من الطبيعي أن ماكرون يحضر في المقابلة النهائية. إذا وصلت فرنسا إلى المقابلة النهائية، لكن يحضر إلى مقابلة نصف نهائي وضد بلد مسلم، هذا أثار شكوك قبل حتى المباراة. هناك العديد من الشكوك. هناك عديد من المحللين برزوا بأن هناك اتفاق كانت يعني مبرمج لها بين. لا نخوض في هذا الموضوع، لأن أنا نقول لكم فقط كلام محللين الذين قالوا هذا الكلام. أنا لا أدري، لا أعلم خبايا هذه الكرة ولو أني أتبعها قليلا، لكن ما حدث للمنتخب المغربي هو تكرار ما حدث مونديال 98 في فرنسا ومونديال روسيا 2018. هذا يعني أن المنتخب المغربي مضطهدا، لأنهم يعلمون أن المنتخب المغربي منتخب قوي. في روسيا كنا نصل إلى نصف النهائي لو أن التحكيم كان عادلا، وكنا نفرح بأن التحكيم في قطر كان عادلا. لكن عندما وصلت المسألة إلى لعب مع منتخب فرنسا، هو ليس منتخب فرنسي، لأنه منتخب إفريقي، لأن 90% من اللاعبين الأفارقة
هناك لاعب من البرتغال. تعرف من المنتخب الفرنسي هو افريقي. نحن لم نلعب ضد فريق فرنسي، انما لعبنا ضد فريق من منتخب افريقي. ومع كل هذا يغشون في المقابلة. عجيب.